ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم بيكسل، والنهاردة رجعنا لكم بالجزء التاني من ماينكرافت هارد كور. والحلقة دي ان شاء الله تكون احسن من الحلقة اللي فاتت. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 1000 سبسكرايب في اقرب وقت. وبس كده، يلا نبدأ. طبعا يا شباب، زي ما انتوا عارفين احنا الحلقة اللي فاتت عملنا شيلد عشان يحمينا من الكريبر او من اي موب عموما. عملنا الدروع دي وجمعنا موارد يعتبر حلوة نسبيا. تقريبا احنا جاهزين ان احنا نروح رحلة كهفية، بس مش هنطول فيها. زي ما انتوا عارفين هنا في نظر بورتال، فهعدي عليها بعدين اروح للكهف وهروح لها يا شباب وارجع لكم تاني. بعد مشوار طويل يا جدعان وصلت للنظر بورتال، ان شاء الله نلاقي فيها حاجة مفيدة. بل يعني اللوت نوعا ما حلو. بس تقريبا دلوقتي اقدر اكسر لو في بلوك جولد بقى اقدر اطلع واكسرها. اروح للكهف وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا جدعان، دي الليل علينا واحنا في نص الطريق، فاعتقد ان انا اروح اجمع صوف وانام هنا في نص الطريق. ماشي يا شباب، دلوقتي بقينا في اليوم التالت وفي كهف هنا تحت اخش اشوفه. زي ما انتم شايفين في ايرون هنا اهي، 3 حبات. زي ما انتم شايفين يا شباب، الكهف طلع مقفول في الاخر، فاعتقد ان انا هطلع تاني واشوف ممكن الاقي مكان من فوق مفتوح او حاجة. ماشي يا شباب، زي ما انتم شايفين وصلنا المكان مفتوح، بس في كريبر هنا. وصلنا المكان كبير ومفتوح زي ده، هنجمع بقى شوية موارد ونرجع لكم تاني. أخيرا يا جدعان وصلنا الماين شافت حرفيا بعد تحفير. جمعت موارد كتير قوي وانا رايح، زي جمعت لابس وايرون وبس كده تقريبا. فأعتقد أكمل تجميع هنا وبس. تعال نشوف الشيست ده فيه ايه. فيه ايرون وكول، بس تقريبا مفهوش حاجة مفيدة. ماشي يا شباب، هنا لقينا شيست تاني أشوفه برضه ممكن ألاقي فيه حاجة مفيدة. حلو، دايموند، أول دايموند ناخدها في اللعبة. حلو، وبرضه شموع ولابس وفحم. ماشي، ده أحسن من الأولاني بكتير. ماشي يا شباب، هنا ملقتش حاجة تانية في الماين شافت، فأعتقد إن أنا هطلع. وزي ما انتوا شايفين دي 4 دخل علينا وإحنا تحت في الكهف. أعتقد إن أنا لازم أطلع، وهطلع وأجيلكوا على طول. أخيرا طلعنا وهنرجع للبيت، وتقريبا جمعنا موارد نوعا ما حلوة وهتفيدنا مؤقتا بس عقبال ما نعمل دراع أيرون وكده. فأعتقد إن أنا همشي المسافة وأرجع لكم تاني. وأخيرا يا شباب وصلنا القرية بعد حرفيا مسافة طويلة جدا. دلوقتي هنخش ندخل الموارد اللي أنا جبتها، وهعمل الدروع من الأيرون وموارد برضو من الأيرون. مؤقتا ممكن أحط واحد هنا وواحد هنا وأنزل فيه كل الموارد اللي معايا، ونعمل الأيرون كمان. وبس كده يا شباب، هستنى الأيرون يعمل وأرجع لكم. فإحنا يا شباب فضلنا شوية لحد ما تقريبا الأيرون اتعمل. دلوقتي هجمعه وأروح أعمل بيه دروع. كده ناقصنا الموارد. وبس كده دلوقتي عملنا دروع كاملة من الأيرون، أحسن طبعا من الكوبر بكتير. وزي ما انتم شايفين نص اليوم التالت راح، ومع اليوم الرابع راح كله على تجميع الموارد. بس عملنا دروع كاملة من الأيرون وموارد كمان من الأيرون. وبس كده، ده اليوم الرابع. هننام ونصحى لليوم الخامس.
ماشي يا شباب، زي ما انتم شايفين اليوم الخامس جه. ناوي اعمل ايه في اليوم الخامس؟ عندي حاجتين احاول اعملهم النهارده. اول حاجه ان انا اعمل الويستون. ايه الويستون ده؟ ده بيسهل عليا التنقل. ممكن احط واحده هنا في القريه وواحده مثلا في قريه تانية، مثلا واحده هنا وواحده هنا، واقدر اروح بسهوله بدل ما امشي المشوار كله. بس زي ما انتم شايفين متطلباتها صعبة، عايزين الاندر بيرل والجولد والبتاع ده، بس طبعا الموارد صعبة ومش هعرف اعملها. تاني حاجة ايه؟ ان انا اجمع الكراوين واحطهم في مكان واحد، الكراوين اللي موجودين في القرية دي، عشان بعد كده اقدر اتقايد معاهم واخد منهم حاجات تفيدني في الدروع او الموارد. فاعتقد ان انا هعمل الحل التاني، هو اني اجمع كراويين. ماشي يا شباب، بعد تفكير قررت ان انا هعمل مكان الكراوين تحت الارض وهحطه في المكان ده. فتقريبا هضطر اشيل الزرع اللي هنا وارجع لكم تاني على طول. شلت كل الزرع اللي هنا، وتاني حاجة هحتاجها ان انا احفر تحت الارض. فاعتقد ان انا هحفر وارجع لكم على طول. بس طبعا قبل ما احفر اكيد انا مش هقعد احفر بلوكة بلوكة بالبيكاكس او بالشافل. في حاجة احسن من كل ده، هحتاج فيها 3 ايرون و3 ستيك. اهو زي ما انتم شايفين الهامر، هو ده الهامر بيشيل طبعا 3 بلوكات. فبيبقى اسرع بكتير واحسن ان انا استخدمه بدل البيكاكس او الشبك. زي ما انتم شايفين يا شباب الهامر بيشيل 3 في 3 كده، بيبقى أسرع كتير من البيكاكس، عشان كده هستخدمه بدل البيكاكس. بس هكمل تكسير وارجع لكم على طول. دلوقتي يا جدعان عملت المكان، وزي ما انتم شايفين مخليتوش كبير قوي، عشان هو كده كده الكراوين اللي موجودين في القرية مش كتار زي ما انتم شايفين، بس مؤقتا هخليه كده. بس تقريبا الليل جه، فاضطر اني اروح انام ونبدأ اليوم السادس. كده يا شباب يكون وصلنا لليوم السادس، اليوم الأخير في حلقة النهاردة. وعملنا إنجازات كبيرة الحلقة دي، عملنا دروع كامل من الأيرون، وعملنا مكان الكرويين، بس لسه هنكمله الحلقة الجاية إن شاء الله. متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 1000 سبسكرايب في أقرب وقت. وبس كده، أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.